شاب مات بصعق كهربي وودوه المستشفى استلمته. المهم الشاب ده حطوه في تلاجة الموتى. اتاري ان الشاب ده ما ماتش، الشاب ده مات، اسمه موت معلق. يعني ايه؟ يعني الاجهزة شبه متوقفة، مش متوقفة. هما مفكرين ان هو مات بقى والاجهزة توقفت، لا، هي بتبقى شغالة بالبطيء، اسمه موت معلق وبيرجع للحياة تاني. حطوه في وسط الاموات في تلاجة الموتى، طبعا بنسبة برودة. ففاق وهو في وسط الموتى والدنيا ظلام والباب مقفول، حس ببرودة وحس بسقعة. قعد مش عارف هو فين، والدنيا ظلام خالص، مش عارف هو فين. هو فكر ان هو في القبر. قعد عمل كده بايديه، لقى ناس نايمة جنبه ما بتتحركش. طبعا استوعب ان هو في تلاجة الموتى. عشان البرودة طبعا هم ميتين مش دارين بحاجة، لكن هو حي. بقى يشد الملايات من عليهم وبقى يغطي نفسه علشان البرودة. ويعني برودة بقى محدش يقدر ينام في تلاجة والبرودة اللي على الجسم دي. واستوعب الحياة وقام وقف وهو متغطي بالملايات، والملايات عليها رقات من التلج. طبعا الاتنين نازلين عشان ده يسلم لده، فلقى المنظر بيفتحهم، لقوا جثة واقفة قصادهم وعليها ملايات كتير ورقات من التلج. ساعة ما شافوا كده واحد جرى والتاني اغمى عليه، والشاب اللي مات دون اللي هو مات بس هو ما ماتش، ساعة ما شاف المنظر هو كمان اغمى عليه، لان سرقوا النور وشاف اموات وشاف منظر هو ما كانش عارف هو فين. طبعا الامن اجا والمستشفى وكل العاملين في المستشفى لقوا البني ادم ده واقف حي يرزق ما ماتش. ندهوا للدكاترة، فزي ما قلت لكم هو مات موت معلق اسمه كده. والشاب رجع للحياة تاني، وسبحانك يا رب. الشاب ده كان هيشرح الصبح، يعني كان ممكن يتشرح وهو حي أو لسه في الروح. فالقصة دي حصلت بالفعل، وفي نفس الوقت ايه الاستفادة منها؟ ان محدش يا جماعة يدفن الا بعد اقل شيء 6-7 ساعات، لان بيبقى فيه غيبوبات وفي ناس يبقوا لسه يعني على قيد الحياة، بس الدكاترة والأهل والكلام ده بيفكروهم إن هم ماتوا، وهم للأسف بيبقوا لسه أحياء، بس لسه الأجهزة ما اشتغلتش ورجعت زي أصلها. فسبحانك يا رب، يعني لسه للعمر بقية. قام من وسط الموتى ووقف ورجع للحياة، وكان هيتشرح وكان هيتكفن وكان هيدفن الصبح، رجع للحياة تانية. فأي حد يا جماعة ده من باب يعني لازم نبقى عارفين ان الميت ده مات. احنا بقى بالنوع اللي خلاص بقى ده احتضر ومات والكلام ده، لازم يقعد على الأقل 7 ساعات أو 6 ساعات علشان نتأكد إن هو مات. حاجات كتير بتحصل بالطريقة دي، وده بنستنتج إن هو محدش يدفن إلا بعد 6 ساعات، علشان بيبقى ناس كتير ما ماتتش وبترجع للحياة تاني. اسمعوا المشكلة دي واللي حصلت بالفعل، وأقول لكم انتظروا الصفحة في المشكلات. تصبحوا على خير.